حتى بحار الأنوار الرواية الصحيحة على الإمام الصادق في تفسير المعوذتين قال نفس الكلام. قال الإمام علي إن النبي أصبح لا يفهم. هذا مكتوبة بالإمام علي والجزء 60 صفحة 24 بحار الأنوار بصحيحة السند. اتفضل حتى يا حسين، حتى بقى عشان هم يبقى برضو الكلام للسنة والشيعة. الرواية تقول نعم من تفسير القرآن. لا أنا مخي فصل أصلا مش مركز. تمام دكتور تمام. الرواية تقول يا دكتور محمد، الرواية تقول إن الإمام علي قطع يد النبي وقتله حتى يأخذ الخلافة، وأغراه الشيخين وخدعوا أمير المؤمنين علي. أي تهبل يلا ولا انت تهبل في عند الرواية بحار الأنوار دكتور. أكو طب الأئمة عند الشيعة يسموه طب الأئمة. هذا خوش طب إنه قص الإمام علي قص يد النبي ومات. الرواية تقول دكتور في بحار الأنوار عن الإمام الصادق جزء 60 صفحة 23 و 24 نقلا عن تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي اللي هو من أصح تفاسير الشيعة عن علي بن أبي طالب قال سحر لبيد بن أحصم. الرواية بالسند الصحيح عن جعفر بن صادق قال حدثه أبوه عن جده عن أبيه الباقر والسجاد والحسين وعن علي بن أبي طالب قال سحر رسول الله لبيد بن أحصم اليهودي وأم عبد الله اليهودية وعقدا له ب12 عقده فوضعاه في بئر مراقب المدينة وأقام رسول الله لا يأكل ولا يشرب ولا يفهم. أنا ما أريد أعلق تعليق آخر، أنت تعرف دكتور هيك مكتوب ولا يفهم. فجاء قال إلى قوله فقطعت يده وكوي منها، عود يريد يداوي علي قال وطببه علي فقطعت يده فكوي فمات منها. شلون طب الأئمة ومعصوم وكتل الرسول يريد يطببه وكتله. زين دكتور أنا من كل الشيعي المعممين كانوا يقولون هاي بالسنة، يقولون السنة طعنوا بالنبي وقالوا مسحور وهاي. رحت فتحتها طلعت أئمة الشيعة يقولون، طلع جعفر الصادق وعلي بن أبي طالب يقولون نفس الكلام، و10 روايات بالبحار وتفسير الفرات سبب نزول المعوذتين انه النبي من سحر. طيب اذا عندك طب الائمه كاش مال الامام قصيد النبي وكتله وقال لا يفهم. دكتور نسبوا عدم فهم النبي الى سحر من اليهود. زين انت تنتقد ليل ونهار عمر قال النبي يهجر، وانت عندك علي قال النبي لا يفهم. ما تستحون؟ ليش ما تباوع الكتبك؟ ليش ما تروح المعصوميك اثنين، الامام الصادق والامام علي، عندك اثنين، واحد يقول هاي تعال صعد وطلع لك اياها، تعال والله طلعها يا حسين، لان هذا كلام خطير. ان تدعي بان سيدنا علي اراد ان يعالج النبي من سحره فقطع يده وكواها بالنار في النبي. يصدقني دكتور طب الائمه، دكتور يقول عندنا طب الائمه وعلي من انطب. طب هو ماله ومال الطب يعني يقطع ايده ازاي يعني؟ طبعا قطعني. طب السحر ماله ومال قطع الايد؟ ما هو هذا لهم السؤال، هو هل السحر هو ليش؟ قلت لك ليش دكتور اغراه الشيخين؟ قالوا له هذا الرجل ابو بكر وعمر ضحكوا عليه قالوا له اقطع ايده. دكتور قالوا له هذا الرجل بدا يهجر وعدك يوم غدير خم فنعجل به إلى لقاء ربه وإلا فترتد العرب لما تراه يهجر ولا يفهم، فعجل به يا علي وبخن لك نجعلك أميرا علينا. والدليل من سووا السقيفة ما قدر يروح لأن ماسكين عليه مستمسك إنه هو قتل النبي. لذلك ما قدر يروح السقيفة. كل الناس تعرف أن محمد وصى به يوم غدير خم. لماذا لم يذهب للسقيفة ويطالب بحقه؟ لأن هدده الشيخين، قالوا له بس تجي تقول أنا النبي وصى به نقول أنت قتلته وقطعت يده وعليك دليل ونقيم عليك الحد بقتلك لرسول الله. كان يخشى الشيخين فتخبأ في بيته كما قالت فاطمة اشتملت شملة الجنين. قالت له هذا كلام فاطمة كما يروي. لا خلاص كفايه لغايه كده عشان يطلعوا يردوا على الروايه. اي دكتور. وقال كاشف الغطاء بالروايه قال حتى خرجت عن حدود الآداب. شلون معصومه تخرج عن حدود الآداب؟ لا سلام الله على السيده فاطمه. لا خلاص تذكرش اسم السيده فاطمه سلام الله تعالى عليها الصلاه والسلام. الان حط ميوت على كده، حط الروايه تريد انا طبعا لا حط خلاص. لا لما طلع حد انا طبعا بضحك على هبلك، معلش انا الى الان معلش عفوا مش تزعل مني. أنا بعتبر واحد يعني مجنون بيتكلم بأن علي بن أبي طالب النبي كان مسحور وفي الرواية لا يفهم ولا يعقل فعايز يعالجوا علي.
قام راح قطع ايده وكوها بالنار. ليه؟ ابو بكر وعمر غووه وقالوا له يا علي ده كان عايز يوصيك بالخلافه وضحك عليك، اقطع ايده وموته علشان خاطر بسرعه ايه تاخد انت الخلافه مكانه. علي قطع ايده فهو نزف لغايه لما مات. فجيم هم لما راحوا السقيفه هو علي خاف يروح علشان خاطر ماسكين عليه ماسكه عشان هو اللي موت النبي وهم ساترين عليه، فعلشان كده هم خدوا الخلافه وهو ما قدرش يتكلم. ده طبعا كلام كله يعني انا شايفه ان هو تهريج، وانا مش متخيل خالص فيطلع حد من الشيعه. عندي ادله دكتور. لا طلع الروايه لغايه ما اطلع لك حد. طلع تمام اطلع الروايه دكتور. طلع دكتور الروايه. بس أقول لك لا هو اقول لك ليش قالوا له عجل، مو قالوا له خدعك. عجل دكتور لانه يقول بالروايه انه اصبح لا يفهم فبدات العرب ترتد، فقالوا له الناس راح تترك الدين اذا ظل هذا الرجل، لانه قام يغسل بئر بضاعه. انت لما تروح تشوف واحد قاعد ماي آسن ويغسل، اللي انا نزلتهم دول محاورين يا احمد، ودول كانوا محاورين. ده انا مطلع اي حد شويه مهرجين كانوا على القصه. الان يطلع واحد بس يرد عشان مش بتهج. دكتور ارجوك اختاروا واحد محاور يطلع يرد عليه دكتور اسالك تنزيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. تفضل يا حسين. الدكتور انت اليوم تمشي بالشارع وجدت شخص قاعد بمي آسن يغسل بمي خايس. مولا سليمان طيب حاضر. دكتور سؤالي لك، تمشي بالشارع ولقيت واحد قاعد يغسل بمي كله خيس ووسخ، يغسل بهيك مي، شو تقول عليه؟ معلش لحظه يا حسين انا مش مركز معاك، بس لما اطلع حد يا ابني انت عليك اللي انت تطلع الروايه يا حسين، انا مش عدت مركز. تمام. انا طلعت المحاور اللي هم اختاروه. السلام عليكم. طلع الروايه. وعليكم السلام يا حبيبي، ازيك يا مولا؟ عرض لي الروايه على الشاشه بلا زحمه عليكم. ايوه دكتور بس سؤال، انا جاي ادور على الروايه طبعا. لا ما تسال انت الان اتهمت علي بن ابي طالب سلام الله عليه بانه اراد ان يطبب النبي فطببه خطا فالنبي مات في ايده. اي يلا اني سافعل والله علي اثام العرب الا مؤثكل ابوها وعمه به. اعطيني دكتور، اعطيني الكاميرا بس دكتور قبل لا انا الروايه هاي امامي، بس سؤالي لك وراح احط لك المصادر عليها كلها. لا ما تسال وما تشترط، احنا ده طلبنا، انا سبتك اتكلمت براحتك. ارجوك دكتور انا راح اطلع لك الروايه. واذا كان الناس اللي بيستفزوك على الجست وليسوا محاورين نزلتهم واعطيتك حقك. دكتور بلا زحمه اريد مصدر مو موقع، اريد مصدر. لحظه اعطيك مصادر والكتب مالتك والادله والبراهين. ما تشوف اولا اطلع يا سامي. لا حشاك انا ما اتهمتك بالكذب. طيب اخوي انا ما اتهمتك مداخلتي اولا انا بس جاي اقول لك ما اتهمتك بالكذب. انا ما اتهمتك. انا ما ليش الكذب اخوي؟ هاي المصادر مالتكم، روحوا واجهوا بها مراجعكم الذين خدعوكم وقالوا لكم هاي عده. لا ما تتكلمش كلمه واحده، ما تستفزش الناس. الان انت مطالب، مش تفتح معاك كلام يا ملا. انت انا هسمعك الروايه وهديك فرصه ترد. مطالب بان تاتي بالروايه. راح اعطيك ولا تسال، ما تسالنيش. ما اسال بس تعليق، انا اعلق لوحدي. لا ولا تعلق، ممنوع الكلام. انت الان مطالب بانك تسال. ليش عصبت مني؟ انت علقت لا ما عشان ابقى منصف. انت اتكلمت انا اديتك حقك واكتر. طيب ونزلت الناس وسبتك تتكلم براحتك. طيب خليني حصل ولا مش حصل؟ عير لي 5 دقائق دكتور، عير لي 5 دقائق وقت. هذا بحار الانوار العلامه المجلسي لحد ما انتهي جزء 92. اقرا الروايه دقيقه، نص دقيقه، ساعه براحتك، لكن انت مطالب بان تقرا الروايه وتسكت. بعد تصار دكتور. بحار الانوار الجزء 92 باب 96 الدعاء لدفع السحر والعين، هذا اسم الباب. وأيضا وردت في تفسير فرات الكوفي للشيخ أبو القاسم فرات بن إبراهيم ابن فرات الكوفي من سورة الفلق صفحة 620. وأيضا ورد في بحار الأنوار دكتور العلامة المجلسي، هاي من المكتبة الشيعية الجزء 60 صفحة 23 و24 وما. يبدأ الرواية حديث رقم 15 بالباب. تفسير الفرات عن عبد الرحمن بن محمد العلوي ومحمد بن عمرو الخزار عن إبراهيم بن محمد ابن ميمون عن عيسى بن محمد عن جده عن أمير المؤمنين أبي تراب قال سحر لبيد بن أعصم اليهودي وأم عبد الله اليهودية
هنا حتى يخالفون البخاري زودوا أم عبد الله. شوف حتى يخالفون البخاري زودوا علي، لأن لا دائما اللي بركز مثلا جبرائيل صلى الله عليه وسلم صلى الله وآله، هنا تكمله. لاحظ مثل العلي صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم، لازم اكو خطأ، اكو اختلاف لازم يكون. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلي العظيم، لازم يكون اكو خلاف. قال هنا العيد اليوم عند السنة باكر لازم يكون عند الشيعة، هنا زودوا أم عبد الله حتى يخالفون البخاري. قال سحر لبيد بن أعصم اليهودي وأم عبد الله اليهودية رسول الله، وعقدوا له في 11 عقده، وجعلوه في بئر منطلع، ثم أدخلوه في بئر في واد بالمدينة في مراقي البئر تحت حجر، وأقام رسول الله لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر. وهسه أعطيك ولا لا يفهم، هسه يا دكتور لأن أنا ما أكذب. ولا يأتي النساء فنزل جبرائيل. شوف اكو جبريل عند الجماعة عند البخاري، هنا لازم يسووها جبرائيل، لازم اكو حتى بالهاي نختلف. فقال وأنزل معه المعوذات، وقال بك ما بك يا محمد؟ قال قد سحرني لبيد بن أعصم وأم عبد الله اليهودي إلى آخر نفس الحديث. قال اقرأ سورة الفلق، نفس هذا الحديث يقول فعقد له وأمير المؤمنين عليه وأخبره بمكان السحر، لأن الرواية طويلة يقول راح جاب ويكمل الصفحة اللي وراها دكتور نفس الرواية وحتى أقال قال لا يأكل إلى آخره. نجي للصفحة اللي وراها لأن هاي الهوامش في المصادر اللي يذكرها. يكمل دكتور جزء 60 صفحة 23 يكمل عن دعائم الإسلام. يكمل قال عن جعفر بن محمد اللي هو الصادق عن أبي عن آبائه عن علي أبا تراب مثله إلى قوله دكتور مثل الرواية. ركز يقول مثله إلى قوله، ركز دكتور. وجعله في مراف البئر بالمدينة، فأقام رسول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم. لعد ليش لمت عمر أو علي يقول علي لا يفهم؟ قلت عمر قال علي يهجر، وهناش قلت طلع علي يغلط على الرسول. ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب. فنزل عليه جبرائيل بمعوذات وساق نحوه إلى قوله فقطعت يده فكوي منها فمات. طب الأئمة حاطين خوش طب هذا الأئمة. إذا منو كاتله هنا دكتور؟ منو اللي طببه وراح جاب السحر؟ منو اللي اهتم به؟ أبا تراب. طب الأئمة شلون حتى علي من انضرب انجرع راح جاب طبيب نصراني. كان مو يمك الحسن والحسين طب الأئمة. الكاظم مو يم الرضا، ليش جبتوا له طب الأئمة؟ جبتوا له نصراني جاء طبيب من النصارى. كأمتكم وين طب الأئمة؟ خوش طب كتل الرسول دكتور. فأنا هنا حسب هاي إنه الشيخين قالوا له هذا صار لا يفهم، عجله إلى رب لا تضيع منك الخلافة، وبدأت العرب ترتد والدليل بعد موته كلها ارتدت. فقالوا له الشيخين عجل به إلى ربه يا أبا تراب، والدليل ما راح بالسقيفة طالب بحقه. ليش؟ لأن لازمين عليه مستمسك على بحجة العلاج كتيلة يا دكتور. لذلك فاطمة علمت بالأمر. يعني أنت تقصد أن الذي قتل النبي هو أبو بكر وعمر وعلي بمؤامرة واحدة اتفقوا مع بعض، قالوا له يا علي عجل بيه علشان يصير لك الأمر، القمي ويطعنه عشان يموت. علي الدكتور الشيخ القمي علي بن إبراهيم القمي اللي صحح كتاب السيد الخوئي قال اجتمعوا على قتل رسول الله بهذه اللفظ. اجتمعوا. قال ايش قال؟ قال النبي ان الخلافة لأبي بكر في مجريات سورة التحريم قال الخلافة لأبي بكر وعمر من بعدي، وهو كان واعد بها علي. فقال فاجتمعوا على قتل رسول الله. اكو اجتماع من ضمنهم ابو تراب. والدليل مو هنا من بدا محمد لا يفهم دكتور وفقد عقله باخر ايامه، قامت الناس ترتد فخافوا يضيع الدين وتروح منعتهم الملك على العرب. هم لأنه سووا هذا الدين حتى يملكون على العرب ويسلطون ياخذون كسرى ويحتلون الشام والله أكبر والسبايا وغنائم. فقالوا له راح تطير منك وهو واعدك يوم الغدير. لعبوا براسه قالوا له ترى إذا ما رحلت هذا الرجل إلى جوار ربه وراها ايش راح يصير؟ راح تطير منك الخلافة. فطيرها أبو تراب، وبعدين هم طيروا أبو تراب ويقول في نهج البلاغة جروني كالجمل المغشوش لأبايع أبا بكر. تمام يا حسين. خلاص يبقى يا اولاد، يبقى صراحه حسين جاب الروايه بان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قطع ايد النبي في طب الائمه فمات في ايده.
انا صراحه بحسبه اهبل، انا بحسبه مجنون ده كله. بحسبه مجنون واهبل، لكن طلعت روايه صح، انا ماليش دعوه. اتفضل يا ال ام. انا كذاب الدكتور؟ لا ما كان ثابت يا ابني والله. اتفضل يا اي ام. اي ام وبعدين معلش يا مولا سليمان، اي ام من زمان وهو طالب. اني اشد نصبا يا دكتور، اني اشد نصبا. اني اشد نصبا يا دكتور. اني اشد الناس نصبا يا دكتور. بس انا عايز افهم، ده مسحور، ايه علاقه قطع ايده بحجة دكتور، بحجة العلاج حتى يتخلصون منه. بحجة العلاج حتى يتخلص منه. أيوة. حتى أيوة. يأخذها من بعده، يظن إنها ملكا تتناثرها القبائل. فلم يحصل عليها، أخذها الشيخين أذكياء يا دكتور. ولا الشيخين في كل مصيبة يروح يا أخي وزوا علي. طبعا يا دكتور وزوا علي يموت الراجل، حول ولا قوة إلا بالله. يعني خلوه عيان بدل ما يدوله دواء يقطعوا ايده. ايوه دكتور، اجتمعوا القم قال كمان اكد عليه، اجتمعوا على تصفيته. على فكره دكتور، انا عندي روايه عند الشيعه ايضا انه الحسين قتل الحسن، صدقني واطلعها مستعد كمان. كمان صدقني. سممه الحسين، سممه ورفض يروح لو قال انت من قتلتني وسممتني اخوه الحسن. واتحداهم بالشيعه والله علي لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اذا ما اجيب لك الروايه. انا ليش اقول لك ليش دكتور؟ لانه كبروا بالعمر، حسوا انه معاويه خدعهم بسنه 58، صار عمر الحسين 57 والحسن 58 ومعاويه 20 سنه بالخلافه. قال لك معاويه راح يظل 20 سنه و30 سنه، انا راح اصير عمري 60، ياخذها الحسن ويورثها لبنيه وانا اصير شايب الحسين واموت، خلنا نتخلص منه حتى الشروط تتحول معي مع معاويه. لكن لم يحصل، لا هو حصل عليها ولا اخوه. لا بص يا حسين، انت كلامك ده هيخلي الناس كلها تثق في خواك، يعني تشك في خواك العقليه. خلينا احنا بس في روايه النبي. طب ماشي، طب بس خلينا نقول بس في روايه النبي وعلي بن. انا اقول لك شغله، انا بالادله وبعدين احكم، لا احكم الا بعد البينه. تمام بس خلينا بس في روايه. اتفضل يا اللي لا اذكر لك لافعلن كما فعل ابن زياد. لا تمام لعنة الله على ابن زياد، لعنة الله على ابن زياد ومشتكي. انا ما قلت شيء دكتور، انا ما قلت شيء. انت ما تتكلمش خالص. لعنة الله على ابن زياد وعليك. اتفضل يا ايام. بارك الله فيك دكتور، اتمنى ان لا يقاطعني، هو تعليق وتعقيب فقط يا دكتور. لا هو لو قاطع حنزله، لان انت ما قطعت وما في حد قطع ولا الملا قطع، وشويه المهرجين اللي كانوا على الجست انا نزلتهم وجابوا لي تحذير، يكفي انه جابوا لي تحذير. شويه مهرجين، انا اول مره واخر مره طلع مهرجين. اتفضل يا ايم. واستسمح الاخ الملا سليمان على اخذ مداخلته، ولكن ساحاول ان ننزل دكتور. تريد ننزل؟ لا يا حبيبي، انا قلت لك انت تنزل، بتكلم على اللي كانوا معاك. اتفضل يا حسين، خليك بس حط ميوت يا ابني، انت محاور كبير يا حسين وانت تعرف يعني قواعد الحوار. هم ما قطعوك، انا طلعت لك الان محاورين مش مهرجين، يبقى المقاطعه دي خلاص. اتفضل يا ام. اولا سابدا من حيث بدا الموضوع، حيث اتهمه اخواننا الشيعه بانه طعن في السيده فاطمه. دكتور، انت سيد العارفين، الجمله التي استعملها كسر ضلع كسرى هي كناية صريحة وواضحة، هي فيها تصريح بالضلع، والضلع منسوب إلى الرواية التي تذكر فاطمة عليها السلام، وفيه كسرى وهي الصورة الشائعة المبنية المربوطة في الذهن العام العربي أن الفرس هم الشيعة أو الشيعة مربوطين بالفرس والفرس هم كسرى. فالصورة البيانية عم يشخص معي لا تقاطع. برضو ما تقاطع أو أصله للأسف يا اللي ام، للأسف اللوم مش على حسين مسيحي، اللوم على أهل السنة اللي دايما يتجاوز. اسمعني أرجوك، أنا رديت على هذا الكلام. اللوم على أهل السنة اللي لما يجوا يتجاوزون على الشيعة يعيرونهم بكسر الضلع. فللأسف إحنا أهل السنة اللي بنقول كده، فراح تلوم مسيحي هو بيسمعنا
بسمعنا واحنا بنتجاوز يا عيني على الشيعة نقول كسر ضلع كسرى، يقصدون فاطمة سلام الله عليها. ما انا عارف بس ماليش عين اتكلم لان السنة هم اللي بيقولوا كده. اتفضل يا اف ام رد عليه على الرواية بتاعت قاطع علي بن ابي طالب سلام الله عليه ليد النبي. اتفضل. الرواية التي قام بقراءتها أو سردها، أنا لست شيعيا كي أصحح الرواية أو أكذبها، ولكن طب ما يديني مداخلة مش يديني مداخلة، احنا بدنا نشوف ايه القصة. دقيقة يا دكتور، دقيقة سأختصر كلامي. الرواية أولا حينما يكون المتواتر من الروايات يخالف الشاذ منها فستسقط الرواية الشاذة. إذا تواتر عندنا معنى أو رواية أو حديث أو خبر وخالفه خبر كان شاذ فالرواية ضعيفة آليا تسقط، وهذه الرواية ساقطة من أساسها. ثم هو في حين قراءته للرواية قد طعن في سند الرواية حينما قال أنهم زادوا عبد الله، فهو طعن في سند الرواية، فهو ضاعف الرواية بحد ذاته. هو أصلا أسقط الرواية حينما استدل بها حينما طعن في سندها. هذا ثانيا. ثالثا يا دكتور، والشيء الذي أردت أن أتدخل فيه، الشيء الذي يؤسفني وقد تطرقت إليه، أرى بعض إخوان السنة في التعليقات وكأنهم يشجعون الأخ وينتصرون بالأخ المسيحي ضد إخوانهم الشيعة، وهذه هي الطامة الكبرى. الأخ يطعن في نبي الله ويطعن في علي على مبانينا أهل السنة والجماعة هو وأبو بكر وعمر، ويطعن في الشيخين وفي سيدنا علي. نعم، إذا طعن في الصحابة والخلفاء الراشدين فهو طعن في كل مباني أهل السنة، وهؤلاء الأغبياء السذج في التعليقات ينتصرون بهذا الرويبضة الذي أتى برواية لا يعلم حتى أصول سرد سند. حينما تسرد رواية يا أخي نصيحة، حينما تحاور مرة أخرى لا تطعن في رواية تستدل بها. كيف تستدل بشيء وتطعن فيه؟ هذه من مباني الحوار. يجب أن تكون عندك قاعدة محاور أو قاعدة حوار، يجب أن تستدل بما هو قوي ولا يطعن فيه، ليس ما تطعن فيه أنت أصلا. وأختم بهذه يا دكتور وأترك للملا الكلمة، وآسف يا دي النيلة، العثمانيين هلوا وهيسمعوا الرواية، ويقولوها في بسوسهم. يا دي النيلة. دكتور بعد اذنك رد علي، دكتور رد علي. والله لا هو ما اصلا ما حدش رد على الرواية بتاعتك اصلا، هو الراجل ده مداخلة بعيد خالص. دكتور اتفضل يا مولا، رد على الكلام ارجوك. لا ارجوك دقيقة رد علي بدقيقة. لا يا حسين لما نخلص، طب بقالك ساعة بتتكلم. الآن حسين بيتهم سيدنا علي. الكلام دكتور الكلام مو بس معلش عشان أعيد الكلام عشان في ناس لسه دخلت بس يا علي، بس لحظة. الكلام مو بس رواية بتتهم سيدنا علي بأنه في طب الأئمة كان يطبب النبي من السحر فعالجه خطأ، فعن طريق الخطأ فقطع يد النبي فالنبي مات في إيده. وهذا كان باتفاق أبي بكر وعمر اتفقوا مع علي أن يعجل بالنبي بتمويت النبي حتى تؤول إليه الخلافة. الله أكبر. وأنا استغربت، أنا فكرت يعني كلام هبل، لكن للأسف لقيته جايب رواية فعلا. تفضل يا ملا. أنا طالبت أن يجيب لي مصدر ما يجيب لي من موقع بحار الأنوار أمامي، والكلام أمامي ما بهذا الكلام، لا قطع يد ولا كذا ولا أثر ولا لا يفهم. الكلام الموجود إن جبرائيل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره إن رجلا أول بيت صنع لك سقا ووضعه في بئر، فأرسل أمير المؤمنين ليجلبه، فذهب أمير المؤمنين فلم يجدوا شيء، فقالوا يا أمير المؤمنين لا يوجد شيء، فقال والله ما كذبت ولا كذبت وقد قال رسول الله ذلك. يعني أصدق بكلام الرسول فوجده وأخرجه وانتهى الأمر. وقول الإمام الصادق هنا أبي عبد الله عليه السلام يقول بأنه السحر لا يؤثر إلا في العين، لا يؤثر إلا
من العين. ما روايه ما يدخل وذكر بالكتاب الفلاني وذكر بالمصدر الفلاني وذكر بالمصدر الفلاني. انا اريد وين الامام قطع ايده وين طببه، وهذا بحار الانوار امامي. يا حبيبي يا معدي ابو ياسين انت محترم وعلى راسي. ارجوك اخي لا تذهب الى مواقع فيصل اقرا بيا صفحه تقرا بيا صفحه. اعطيني من يا صفحه، اعطيني من يا صفحه. انت وين قاعد تقرا بيا صفحه تقرا انت؟ انا جاي انا قدام الجزء 92 من بحار الانوار صفحه 125. افتح وياي جزء 60. لا افتح وياي جزء 60 صفحه 23 24. تفضل افتح وياي جزء 60 صفحه 23 24. وهذا جزء 60 يا صفحه 23 و24. وهاي 23. دكتور بس ارد على هذا اللي يقول ضعيفه، هاي بالبخاري بصحيح البخاري. تفضل يا جناب الاستاذ حسين. دكتور اعطيني مداخلتي بس. دقيقه. تفضل يا حسين تفضل. اولا اللي قال هذا سمان الرويبضه هو الرويبضه لانه لا يفهم ما معتقده. اولا انا ما طعنت بالروايه، انا لما قلت اضافوا ام عبد الله تعرف لماذا؟ لأن الإمام الشيعة الصادق قال أخذوا بخلاف العامة، كلما أتاكم منهم حديث فخالفوا فيه، يعني زودوا عليه، فأئمتهم أمروهم بذلك. هاي وحدة قالوا لهم خذوا بخلاف العامة، هاي اللي أنت ما تفهمها وتجهلها بعقيدتهم. ثانيا تقول ضعيفة، هاي بصحيح البخاري وصحيح مسلم، وعلماء السنة يدافعون عن سحر النبي، يقولون النبي مسحور والسحر و6 أشهر ورأى أنه يجامع ولا يجامع، وعلماءك وسلفيك وشيوخك يدافعون عن روايات السحر ويطعنون بمحمد حتى لا يسقطوا بالبخاري، فلا تكذب مرة أخرى وتقول ضعيف. أما بالنسبة لقولي لأني قلت أنه زادوا بها أم عبد الله، لأنه إمامهم قال هم خذوا بخلاف العامة دائما حتى لو بحرف أو كلمة، مثل جبرائيل العظيم العلي العظيم رضي الله عنه رضوان الله عليه. العيد اليوم عند الشيعة بكرة عند السنة، اليوم عند السنة بكرة عند الشيعة، فالخلاف بخلاف العامة أئمتهم أمروهم بذلك. وبالنسبة للأخ اللي قال ما موجودة، هاي آثار الصدمة دكتور، آثار الصدمة لما يقول ما موجود. حسين كافي لا تقول ما موجود وما موجود، هو بعده هو جاي يدور الرجال. مولاي مثل ما طلبت مني، مثل ما طلبت مني مثل ما طلبت مني جزء 60 صفحة 23 ماكو هذا الكلام. موكل عنه انت، هو يدافع عن نفسه، انت موكل عنه شنو، هو ما يعرف يحكي وانت تحكي مكانه. حبيبي انا ما اتعبك بس بعد انك استاذ، بعد انك اكمل كلمتي الدكتور، اسمعك بس اكمل كلمتي وتفضل اخوي بس اكمل. فدكتور محمد انت انسان رائع واشكرك لانك اعطيتني الفرصه ان ادافع عن نفسي امام هذا السني، اشكرك دكتور. حبيبي احسنت يا حسين، انت محاور كبير يا حسين. تفضل يا منى. طيب اتفضل يا استاذ علي. ايه يا اولاد ما حدش فيكم يرد على الروايه؟ يعني سيدنا علي قطع ايد النبي. انتظر الملا مو قال لك انا جاي اطلع؟ انا جايب الروايه من المكتبه الشيعيه. هاي جزء 60 امامي، انا احكي وما ادري بالمايك مسدود، المعذره اي والله. ممكن هاي امامي الجزء 60 صفحه 23 نفس الكلام يعاد، ما لا قطع ايد ولا كذا ولا كذا. كمل الروايه دعائم الاسلام، كمل الروايه، ليش ما تكمل؟ ليش تخاف؟ حبيبي هاي فبعث النبي صلى الله عليه واله علي بن ابي طالب وقال انطلق الى بئر ذروان فإن فيها سحرا سحرني به البيت فأتني به. قال علي عليه السلام فانطلقت في حاجة رسول الله عليه السلام فهبطت ماء البئر حتى قد صار كأنه ماء الحناء من السحر فطلبته مستعجلا حتى انتهيت إلى أسفل القليل. راح أروح لك الصفحة أيضا مثل ما طلبت، صفحة 24 اقرأ تحتها دعائم الإسلام. أي صفحة 24 صار تدلع. انا بالنسبه لي ما اخاف من شيء، يعني انا عندي قاعده اصيله. قاعده اصيله. تفضل اقرا روايه دعائم الاسلام، جوها فورا، جو ذيك اللي جاي تقراها. الكتاب الاصلي امامي ما في لا دعائم الاسلام،
به قال الذين معه ما فيه شيء فاصعد، فقلت لا والله ما كذبت ولا كذبت وما يقيني به مثل يقينكم. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة اللي ويا أمير المؤمنين قالوا له ماكو، قال لهم لا والله ما زال رسول الله قال لي أكو، أنا متأكد أكو. طلب الرواية ببحر الأنوار يا أولاد، ما علاقة السنة ما لهمش علاقة. هو جايب رواية ببحر الأنوار. هاي بحار الأنوار أمامي. وكان إبراهيم عليه السلام أنزل يومئذ المعاذتين كما كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى فرغ منها وكشف الله عز وجل عن نبيه ما سحل به وعافاه. خلصت. كمل أعرف كمل هو شي كمل ويروى. شوف هسه هنا شكو كلام راح اقراه مضروب بعرض الجدار. ليش؟ لانه بدا، اسمح لي خلنا نكمل. ويروى، ما زال بدا بيروى، يعني مشهور. لا ان جبرائيل عليه السلام. اخي روايه ثانيه تحت دعاء الاسلام عن جعفر بن محمد عن ابيه بدعاء الاسلام. اقرا الروايه اللي وراها اخويه. الى مرافق في البئر بالمدينه فاقام رسول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ولا يتكلم ولا هاي عندك بالموقع حبيبي، هذا امامي الكتاب. لا كمل قراءة كمل الحبيب ملا دقيقة حبيبي فقطع ملا قصدك فمات. حسين من رخصة الدكتور حسين اسمعني من رخصة. انت عندك كتاب مثل مال الملة، انا ما اريد بالتليفون. مو شرط الكتاب، هو مو شرط اذا ماكو اذا مو عندي كتاب معناها ما موجوده، مو شرط. حجي هو يقول لك عندي الاصلي، انا جاي احكي لك من الكتاب. هاي الكتاب امامي. طيب خلينا نناقش نقطه. اقرا لي السند حبيبي. انت جايب روايه منين؟ اقرا لي السند بس. لا جايبها كتبها من جوجل. اقرا يا حبيبي مو روايه واحده، ترى مو روايه واحده، هن 100 بس. يا حبيبي انا امامي بحار الانوار جزء 60 صفحه 24 حاليا. طيب ارجع ل 23 اقرا لي السند. ارجع ل 23 بخدمتك. طيب اقرا سند الروايه. اقرا سند الروايه على مود اعرفها، لان هن 10 روايات تقولون النبي مسحور الشيعه. اول مره دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه. هي هاي احسن جزاك الله الف خير. برافو. وين الرواة مولاي؟ السند وين؟ اقراها كمل لا وين السند؟ لا كمل اقراها كمل اقرا. لا انا اريد السند وين؟ لا كمل دكتور. انحصر دكتور انحصر. دكتور قالوا لي مواقع وجبتها وهسه انحصرها واقراها كمل. السند وين؟ السند وين؟ يقول لك انت جاوب على سؤالي. السند وين؟ لا احنا مو السند معصومين. سند معصوميك، ذولا معصوميك. جعفر منو روى عن المعصومين؟ المجلسي. ايش قد بينه وبين الامام؟ طيب لا دكتور بعد اذنك انصافا، مو قالوا ما موجوده وانت جايب المواقع؟ الحبيب دكتور وقف. لحظه يا ملا. اول مره دكتور انصفني. لحظه دكتور يا ملا صوتك عالي ارجوك. طلعت موجودة يا ابني، طلعت موجودة. انصفنا يا دكتور. طلعت موجودة. إذا أنا ما جايب من مواقع أنتم متجهلين. لا اسمعني يا حسين، أصل المولى صوته قوي جدا وعامل ضجيج في راسي. إذا أنتم متجهلة مو أني طلعت موجودة وأنتم اللي ما تعرفون كتبكم. ماكو سند راوي. من هو الراوي؟ أنا ما كنا نحكي على السند، كنت قلتوا ما موجودة. أول شيء ما كنا نحكي على سند. دكتور كانوا يحكون على السند لو قالوا ما موجودة بعافيتك بصحتك. إذا أنتم جهلة وانصدمتوا ما موجود في كتبكم. معصوميكم اتهموا النبي بالجنون، قالوا علي لا يفهم. هذا حكي من كلام. انصدمت. هسه مو طلعها قدامك قراها وانحصر لو لا صاحبك؟ مله مو انحصر صاحبك. استنى يا حسين، استنى يا علي، نتكلم فصل. استنى يا حسين، لحظة يا حسين، انتوا بتشوشوا على حسين ليه؟ طلعت موجودة الرواية، طلعت ان علي قطع ايد النبي وموته. هذا راوي ما تشوش يا علي، انا بسأله وبعد كده برد يا علي. ما موجود هذا الحكي دكتور. يا ملا لو سمحتوا هديكوا الفرصة. طلعت موجودة يا حسين ان علي قطع ايد النبي وموته. نعم دكتور امامك. اول شيء قاموا يتحججون بالسند من لقوها. مولاي ماكو موجود. بلاش علاقة بالسند الان. لحظة برضه شو هو قال لك ماكو
قال لك انت كذاب وماكو مش موجود. احسن قال لي مواقع وانترنت لانه جاهل هو كتبه ودينه ما يعرف انه معصومي. قالوا عن النبي مخبل، قالوا علي مجنون. مولاي وين الامام علي قطع ايده؟ تفضل. وين الامام علي قطع ايده؟ يتهمون عمر دكتور طلع علي قال علي مجنون. شلون؟ ولا كنت انت ليش ما تسمع الكلام؟ يعني اسكت يا علي، يعني اسكت يا علي، يبقى انا ببين يا علي كاذب والله ما عفرت انوفهم بالتراب. تابعت يا حسين شو بيشوشنا؟ دكتور ماليش دعوه يعني. وامتهم ايضا ليش جايتك الروايه ايش بيك؟ بابا انت اسمع الكلام من المله الاخير، انت ليش تجاجر؟ والله لاجعلن فضائحهم شغل الكوفيين ليل ونهار كما قال ابن ياسر. وين ان الامام علي قطع ايده؟ قمت تتحجج بالسند. وين ان الامام طلع لي الامام علي بان اغروا ابو بكر وعمر؟ الروايه امامي. الروايه اول مره انا اقراها. دكتور حسره يقرا دكتور. لا انا اقرا لك، انا ما اخاف. شلون قلتوا عمر وطلع علي قال علي لا يفهم؟ يا حبيبي خلنا. شلون قلتوا عائشه قالت النبي مسحور وطلع علي يقول النبي مسحور؟ طلع علي يقول النبي مسحور. ليش كذبتوا علينا وقلتوا هاي السنه لفقوها عن النبي؟ طلعوا هاي اللغه مالتك هسه جاي يسوي بين الشيعه والسنه. شوف شلون عمر اتهم النبي يهجر. انت مو قلت ان عمر اتهم النبي يهجر، طلع علي متهم النبي لا يفهم. وقلتوا عائشه قالت النبي انسحر وطلع علي يقول النبي انسحر هو وجعفر الصادق. ليش تكذبون عنه؟ استاذ حسين تسمح لي احكي؟ اجعلن اخويا فضاء شغل العراقيين ارد الشبهه لو ما تسمحوا لي. تسمحوا لي ارد الشبهه لو لا؟ حسين العراقي تسمع انت تاخذ كلامك بالكلام، يعني ما تعطوني حق الرد؟ ما لي حق الرد. انا قلت مواقع وما موجوده حبيبي. انت اول مره دلست بالروايه وقلت قلت الامام علي لحظه لا تقاطع، نعطينا حق الرد. ما خطينا حق الرد دكتور. اول شيء دكتور جاب لي شو يا حبيبي الروايه امامي، نعطينا حق الرد دكتور. بس لحظه انت اولا لا ليش صعدتوني اذا ما تعطوني حق الرد؟ لحظه ليش صعدتوني؟ انصدمت. لحظه اعطيك حق الرد بس اسمعني. انا ما مصدوم. اول مره تسمعون بالروايه يا حبيبي اعطوني حق الرد. اول مره تسمعون بالروايه يا حبيبي اعطيني حق الرد. اول مره تسمع بالروايه وتريد تجاوبني. اول مره تسمع بي. انا صدمتكم. انا قد المست يا حبيبي انت دلست وكذبت. لا ما دلست وكذبت. كذب وقطع يده قتله ليأخذ الخلافة وما قدر عليها أبا تراب. من الذي طلع من الرواية؟ من الذي قطع يده؟ اعطيني يلا. اعطيني من الذي قطع يده؟ علي بالرواية علي قطع يده. لا اعطيني يلا وين؟ لا اعطيني يلا طلع لي من الرواية. لأن علي اللي كان يعالجه بالسحر، فمن القاطع اليد؟ لا انطيني علي اللي كان من اللي كان يعالجه؟ دكتور من اللي كان يعالجه بالرواية؟ دكتور محمد موجود؟ دكتور الله لاجعلن فضائحهم شغل الناس ليل نهار كما قال ابن سيان. انت قريت ما قبل الروايه شو تقول؟ هذا حكي في ايدك. شنو؟ قريت ما قبل الروايه شو تقول؟ تعرف من قال لاجعلن سب علي واولاده شغل الناس ليل نهار؟ قبل الروايه شنو الكلام؟ قريت الكلام اللي قبل الروايه؟ قريت انه قلت عمر قال عن النبي، عائشه قالت علي مسحور. ما انا احكي لك على الكتاب يقول قد مر الكلام في تاثير السحر في الانبياء. خلنا اتحدث الخاطر بليسك من حقي ارد يا دكتور لو لا؟ انت ليش قمت ترجف خفت؟ انت ليش خفت؟ خلينا نكمل. انت الخفت يا اخي ليش ما تعطيني حق؟ معلش انا حنزل علي ما هو علي عمال يقاطع. اصبر يا نعم دكتور حسين. يا اخي حسين اللي قاطعني مو علي. لا مو علي اللي قاطعني دكتور. تفضل اسكت يا حسين، اسكت يا حسين. تمام دكتور. اعطيني مجال ارد. الروايه عندي، الروايه بكتابي انا ارد عليها. يقول وقد مر الكلام في تاثير السحر. كتبتك انت. يقول قد مر الكلام في تاثير السحر في الانبياء والائمه عليهم السلام وان المشهور عدمه. المشهور شنو دكتور؟ المشهور عدمه. ينقل روايه بدون سند مباشره عن محمد عن أبيه عن آباء عن علي عليه السلام مثله إلى قوله، يعني يروي هاي الرواية إنها رواية غير صحيحة لأن المشهور عدمها، إنه إلى قوله وجعلها في مراق البئر. اسمح لي حبيبي خلينا نكمل. يا أخي ليش تقاطعني؟
انت ليش تقاطعني؟ انت ليش ما تتحمل؟ يعني صدمتك الجواب صدمك. يقول وجعلها في مراقي، يعني شنو؟ يقول يستهزئ بهذه الروايه، ينقلها يقول كما نقل، يعني شلون؟ يقول عن جعفر عليه السلام مثله، يعني مثل الروايات السابقه التي هي المشهور عدمه ما له صحه. الى قوله وجعلها في مراقي البئر بالمدينه فاقام رسول الله عليه صلى الله عليه واله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ياكل، فنزل عليه جبرائيل عليه السلام بمعوذات وساق نحوه الى قوله فقطعت يده فكوي منها فمات. وين ابا بكر اغراه؟ وين الامام علي قال له الروايه اساسا ساقطه لان المجلس نفسه يقول المشهور عدمه، يعني ما لها اي صحه، المشهور عدمه. هاي الروايه والروايات اللي سبقتها كلها المشهور عند الشيعه عدمه. اقرا ما قبل الروايه. اقول هذا قول المجلسي، اقول اما الروايه ابدعاء الاسلام عن جعفر، وين السند؟ ما بين المجلسي وبين الامام الصادق كم سنه؟ وين السند؟ ونفسه هو المجلس يقول وان المشهور عدمه، اي ان السحر لا يؤثر بالانبياء، السحر لا يؤثر بالانبياء. اما هاي الروايات يسردونها قد يكون منقوله او مدسوسه، فيرد عليها المجلس يقول المشهور عدمه، اي المشهور لا صحه لهذا الكلام اطلاقا. دكتور ممكن ارد؟ واضح الكلام؟ ممكن ارد؟ لا معلش سيدنا انا مداخله معي حسين بعد اذنك. تمام دكتور. لماذا يا سيد ملا انكرت في البدايه ان الروايه موجوده اصلا؟ تفضل. بوم لان من الطاني المصدر دخلت على الكتاب ما لقيت وجود بهاي الروايه، لقيت اساس الروايه في صفحه في جزء 92 وما لقيت هذا الكلام لا قطع يد ولا الى وجود. هذا المصدر صادق وليس كذاب. اذا لا مولاي حسين، لا اسمح لي استاذ الدكتور. حسين قال ان ابا بكر وعمر اغروا علي بن ابي طالب وقطع يده. لا انا قلت هذا علي بن ابي طالب، انا قلت هذا رايي. معلش يا حسين انا حطيت لك ميوت. حسين قال ده رايي ووضح الفرق بين الروايه وبين رايي، ما دلس وما كذب في شيء. أول مرة الرواية يسردها المجلسي في كتابه بحار الأنوار، يذكر الروايات يقول المشهور عدمها لا صح لها. اقرأ ما قبل الرواية كلمة أقول. أبو الحسن استنى يا سيد ملا، يا سيد ملا استنى يا سيد ملا، أنا بأنصر حتى مش المسيحي الملحد في الحق، أنا ماليش دعوة، وأنا عشان خاطر أنا مسلم ومتعصب للنبي أقوم أكذب؟ أنا الآن في ميزان العدل، الرجل صادق وأنا بضحك، أنا عارف إنه أهبل، أنا قلت أهبل وعمال يجيب كلام من هنا، طلع الواد كلامه صح وجايب الرواية. ففي الأول السيد الملا قاعد يقول له مش موجودة وأنت مواقع والكتاب قدامي، ومن هنا لهنا بعد شوية قال هي موجودة بس السند. إيه دخل بقى يا دكتور؟ الدكتور ماله؟ فأنا قلت حسين صادق. منو حكى على الدكتور؟ منو حكى على الدكتور؟ استنى يا سيد ملا، وحسين لما ربط بين الشيخين أبي بكر وعمر قال ده رأيي وقال دي من عندي وبين ذلك. ما كذبت، ما كذبت. فعندما أنتصر لحسين مش معنى كده أنا متفق معه، أنا ضده في كل شيء، ولكن لازم أكون ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. مش هو ده دينكم؟ ولا بتاخدوا اللي انتوا عايزينه واللي مش عايزينه بترموه؟ يا أمة الإسلام. دكتور أرجوك اعطيني مداخلة رد علي، أخذ 10 دقائق. تسمح لي دكتور؟ تسمح؟ لا مداخلتي أخوي، اتخذت وقتك. ما هي مداخلته يا سيد ملا، ما أنت قلت السند ضعيف. كبرني دكتور. أولا الرواية ليست واحدة. أنا ما قلت بس السند. يا أخوي أنا ما قاطعتك وقتي. دكتور أولا نبدأ بالرواية. هذا تفسير الفرات بن إبراهيم، ورد الرواية بهذا إسنادها الكامل، هذا السند الكامل بلغ إلى قوله إلى أمير المؤمنين. السند الآخر اللي أوردناه من دعائم الإسلام اللي أول شيء ذكروه، وذاك الثاني قال مواقع وبعدين صدحوا نفسهم وطلعوها دعائم الإسلام. ورد دعائم الإسلام دكتور الرواية الثالثة طب الأئمة عن محمد بن جعفر البرسي عن أحمد بن يحيى
البرسي عن محمد بن سنان عن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال أمير المؤمنين عليه السلام إن جبرائيل أتى النبي وقال يا محمد، قال إن جبرائيل قال إن فلان اليهودي سحرك وجعل السحر في بئر في فلان فأبطأ. هاي الرواية الثالثة. تريد بعد دكتور؟ بس خليني لأن أنا شوي نظري ضعيف. وإلى إلى علي بن أبي طالب عليه السلام إلى آخره. هذا الرواية الرابعة دكتور. نكمل بصفحة 60 صفحة 24 و25 يكمل به قال الذين. نكمل دكتور السند رواية أخرى. أنا بدي أعطيك كم رواية ذني حتى تقول إنه حسين دا يجيب مو واحد. اتهمت عمر بأنه قال عن النبي يهجر، والأخير طلع علي قال عن النبي لا يفهم أقوى من يهجر على فكرة، لأنه يهجر يمكن مرة بلغ عليه الوجع، بس لما تقول لا يفهم يعني خبلت فرد نور. والطب دكتور الثاني عن إبراهيم ابن البيطار، هاي الرابعة، عن مستفيضة بسحر النبي، عن ابن محمد بن عيسى، ذول رجال الكليني دكتور، عن يونس بن عبد الرحمن، ذول رجال الكليني. وقال له يونس لكثرة صلاته دكتور، لكثرة صلاته. عن ابن سنان عن زرارة اللي ضرط بلحية الإمام ومات ولم يعرف إمام الزمانه، وراوي 3/4 كتب الشيعة، 3/4 رواياتهم عن الأئمة راويها زرارة دكتور. هنا زرارة اللي هو مات ولم يعرف إمام زمانه قال. أنا حديكم فرصة بس تردوا على حسين وحسكر لأن الكهرباء فصلت. هنا قال عن زرارة قال أبو جعفر الباقر، يعني وحدة عن علي وحدة عن جعفر الصادق وحدة عن الباقر، إن السحرة لم يسلطوا إلا على العين. وقال وعن أبي عبد الله الصادق قال إنه سئل عن المعوذتين إنما في القرآن، قال الصادق عليه السلام هما من القرآن. فقال الرجل إن ابن مسعود يحكهما من القرآن، قال كذب ابن مسعود، يعني كذب ابن مسعود. قال كذب ابن مسعود هما من القرآن. فقال الرجل ما شأنهما يا ابن رسول الله في المعوذتين؟ قال نعم، وما تدري ما جعل المعوذتين وفي أي شيء نزلا؟ قال إن رسول الله سحره لبيد بن أعصم اليهودي. فقال أبو بصير لأبي عبد، تعرف دكتور ذولا من الزرارة وأبو بصير ومحمد بن عيسى ويونس، ذولا هم اللي سووا المذهب ورووا روايات المذهب عن الأئمة، هم ذولا. قال وكان اللي يريد الباب وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه، والسحر حق وما سلط السحر إلا على العين والفرج. يعني فرج النبي يقول سلط عليه السحر اليهودي. زين أنا صدق المجلس لو معصومك يقول حاق والسحر النبي بعشرات الروايات. وأيضا بعد ويتربون اولادكم على ان عائشه. يا ابني انا مالي اللي عمال يعلق يقول يا دكتور وانا اللي كاتب كتبك. استنى يا حسين، وانا مالي؟ خيبه تخيبكم انتوا الكل سنه وشيعه، مش لكم كتبكم. ايوه انا مالي. هاي الروايه السادسه دكتور. وانا يا ابني اللي قلت نبيكم مسحور، انتوا الاثنين السنه والشيعه بيقولوا النبي مسحور، انا مالي؟ قال حدثنا انا مالي بنبيكم مسحور، انا مالي؟ وين يا مش لكم كتبكم؟ بعد وين الله يعصمك من الناس؟ عن ابي ردوا عليه. انا مالي يا ابني؟ انا معيان يا ابني. عن سحر لبيد بن والكهرباء فاصله بس حق الرد. وعبد الله نكمل واعطيك الروايات. اعطيني بس حق الرد. ذولا معصومين كلهم بعد. رد يا حسين عشان بعد كده سكر يا حسين عني خلاص تعبت. دكتور اكثر من 20 روايه بسند صحيح عندهم، اكثر من 20 روايه. ليش اتهمتوا انا اللي بتجاوز على النبي ولا كتب الشيعه؟ اتهمتوا عائشه قالت سحر النبي، وطلع علي يقول علي سبحان الله. وعلي دكتور ما لك علاقه بالتعليقات، كبرني. المجلسي نقل عده روايات. احسن الدكتور المجلسي نقل عده روايات، لكن شو يقول؟ لا يا حسين لو قطعت الرجل هنزلك، لو قطعته هنزلك يا حسين. يقول انت قد مر، بس اقرا وياي. شوف كلام المجلسي، أقول قد مر الكلام في تأثير السحر في الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وإن المشهور عدمه.
هنا الروايات اللي ينقلها المجلسي كلها ينفيها، يقول لك المشهور عدم هذا الشيء، ما موجوده. احنا انت تعرف يا دكتور كتبنا صحيحه، كلها صحيحه. علماءنا ينقلون كثير من الروايات، يجدون الروايه ينقلونها لكن لا ياخذون بها. هنا يقول المشهور عدمه. هنا دعائم الاسلام اللي يذكر بها قطع اليد وما بها طبعا الامام علي عن جعفر بن محمد. منو قبل جعفر؟ منو نقل الروايه للمجلسي؟ اكو دكتور مباشره عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه عن علي عليه السلام مثله الى قوله ايضا الكلام مقتطع. وجعلاه في مراق البئر بالمدينه فقام رسول الله صلى الله عليه واله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب، فنزل عليه جبرائيل عليه السلام بموعوذات وساق نحوه إلى قوله فقطعت يده فكوي منها فمات. وين الإمام علي قطع إيده؟ أصلا الرواية بلا سند، وأصلا هو يستهزئ بالرواية، يقول يعني إجا بمدعم الإسلام رواية هكذا، والمشهور عدم هاي الروايات كلها غير صحيحة، المجلسين فيها. لكن يا أخي العزيز أنا أقول لك المجلسين فيها واحنا ننفيها ونضرب بها عرض الجدار. ممكن تقول لي ان عمر عندما قال عن النبي غلبه الوجع يقدرون السنه يضربون بهذا الكلام عرض الجدار ويقولون البخاري كذب ويقولون هاي الروايه غير صحيحه؟ احنا نفس صاحب الكتاب يقول المشهور عدمه، ما ياخذ النفس صاحب الكتاب ينقل الروايه لكن يضرب بها عرض الجدار يقول هاي ما لها صحه. زين، يقدر المخالف يقول لي رواية تزية الخميس وقول عمر إنه يهجر، يقدرون يضربون بي ويقول هاي الرواية غير صحيحة؟ طيب إذا السيد الملا أثبت أن هذا الكلام موجود في كتب الشيعة وكلام حقيقي بأن النبي مسحور، ولكن هو كشيعي يضرب بهذه الروايات عرض الحائط. لكن السنة استنى يا مولانا، نفسه هو صاحب الكتاب يضرب فيه. نبيهم مسحور أيضا لكنهم لا يضربون بروايتهم عرض الحائط. مش ده كلامك؟ مو أنا اللي أضرب به، المجلس نفسه ضرب الرواية كلها. يقول هذا خلاف المشهور. يبقى إذا اتفقت السنة والشيعة على أن النبي مسحور. أحسن دكتور هاي الروايات بأسانيد صحيحة كل هذه الزرارة. روح يا حسين، روح يا حسين، روح يا ابني. شكرا دكتور. روح مع السلامة يا حسين. والله أنت بطل يا ابني، والله العظيم بحييك يا ابني والله. الله يخليك. مع السلامة. مع السلامة. بطل يا حسين، بطل يا ابني. مش أنت عدوي وعدو الإسلام؟ أشهد بأنك عدو الإسلام الأول، وأشهد بأنك أخطر على الإسلام من الشيطان، من إبليس نفسه. شفت؟ أنت ربنا أعطاك قوة وأعطاك كاريزما يا حسين أخطر من إبليس، وأنا بحترم فيك هذه العبقرية. شفت أنا ضدك وبأصفك بإبليس، ولكن أنت عبقري. أنا حتى بأشهد لعدوي. سبحان الله سبحان الله. خلاكوا كده تونوا أنتوا الكل وما حد قدر يكذبه. وطلع سيدنا علي بن أبي طالب في كتب الشيعة قطع إيد النبي وموته. ليه؟ لأن النبي عينه مسحور. لا دكتور ما موجود هالكلام. مسحور يا عيني لا يفهم. مكتوب كده اللي هو طلع في الرواية لا يفهم. جاب يا سيد، جاب وانت ما اعترفتش ان علي بن ابي طالب قطع ايد النبي. لا